أولا نتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على هذا المؤتمر، وأعتقد بأنه جاء استجابة لعمليات التشويه التي شابت العلاقة بين العرب والكرد. الحقيقة العنوان يحمل معاني كثيرة، وهو أهمية الحوار بين العرب والكرد. المؤتمر تضمن بحوث قيمة جدا تلقي الضوء على أصل المشكلة، ويمكن أن تكون هذه بداية لإيجاد حلول للقضية الكردية سواء في العراق أو في دول الإقليم. أعتقد أهمية أن نرسخ ثقافة الحوار والبحث عن جذور المشكلة وإيجاد الحلول لها حسب ما قدم الباحثين سواء دكتور سيف أو دكتور علي مهدي والمتداخل الآخر الذي نستمع له الآن. أنا أعتقد بأن الوحدة الوطنية لا يمكن أن تتحقق ما لم نخوض بحوارات موضوعية ونستمع إلى بحوث، ويجب أن تتبنى الدولة والقائمين على أمور الدولة سواء برلمان أو سلطات تنفيذية والحلول أو التوصيات اللي تخرج بهذا. ونحن بحاجة إلى أن تتكرر هذه المؤتمرات وباستمرار لكي تجلي أو تسلط الضوء على جذور المشكلة. الكرد مكون تاريخي تجمعهم مع الأمم المحيطة سواء العرب أو الفرس أو الترك، علاقات تاريخية كان مع للأسف الشديد يعني تأثير كبير لقوى الاستعمار التي قسمت المنطقة ولعبت على هذه الأوراق لكي تبقى هذه المشكلة قائمة بدون حل. والآن في عصر الحرية وفي عصر السيادة والاستقلال يجب البحث جديا في هذا الموضوع وإنهاء القضية الكردية على أسس عادلة، وأن يتمتع الجميع في بلدانهم بمواطنة متساوية وفق ما نص عليه دستور الدولة العراقية. بالتأكيد إذا ما استطعنا أن ندين هذه التدخلات من خلال هذه المؤتمرات أو من خلال مواقف الأحزاب والقوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والحكومات، سنتمكن من كبح جماح الأطماع التركية في العراق، ويمكن إلقاء الضوء على حجم الجرائم البشعة التي تقوم بها تركيا وخرقها لعلاقات حسن الجوار والاعتداء على السيادة العراقية وانتهاك الحدود وتعرض المدنيين الآمنين لانتهاكات مستمرة. مع ضعف الحكومة ومع صمت المجتمع الدولي، أنا أستطيع أن القول بأنه تركيا سوف لن تتورع من الاستمرار في هذه الانتهاكات، ويجب أن يكون للحكومة موقف وللقوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لكبح جماح تركيا والوقوف أمام أطماعها التوسعية. تركيا الآن تحتل أجزاء كبيرة من شمال العراق، لديها قواعد عسكرية ومراكز ثقافية، وهي تسرح وتمرح دون رادع ودون أن تتدخل الحكومة لأن توصل القضية العراقية وقضية الشمال العراقي وإقليم كردستان وما تعرض له الشعب هناك إلى المحافل الدولية، إلى الأمم المتحدة، كي ينتبه العالم بأن ما يجري من تعرضات واحتلالات تركيا إلى الشمال إنما هو جريمة ضد الإنسانية وليس جريمة ضد الشعب الكردي والشعوب المتآخية الأخرى التي تعيش في المنطقة الشمالية.